عمرك كتبت كود فيه عمليات حسابية وطلعت نتيجة انت مش متوقعها، وترجع تقول لنفسك انا كاتب صح، طلع كده ليه؟ المشكلة هنا مش فيك، المشكلة في حاجة اسمها الأولويات أو الأسبقيات في العمليات الحسابية. في الفيديو ده هتفهم ازاي الكود بيحسب العمليات الحسابية وبيتنفذ الأول وايه اللي بعده. تمام؟ عشان ما تتخضش من النتيجة الغريبة اللي بتظهر معاك. طيب تعال نشوف الأول ايه اللي بيتحسب الأول في العمليات الحسابية. طيب احنا عندنا المعاملات، أول حاجة الجمع والطرح والقسمة والضرب وباقي القسمة. بس عمرك فكرت ايه اللي بيتحسب الأول؟ يعني ايه ليه الأفضلية بيتحسب الأول قبل ايه؟ طيب خلينا نفهم واحدة واحدة. في حاجة قبل ده كله، قبل كل ده بتتحسب الأول، ألا وهي الأقواس. الأقواس زي ما بقول لك كده، أقواس المجموعة. أقواس المجموعة دي بتتحسب الأول. بعد الأقواس على طول بيكون الضرب والقسمة وباقي القسمة. بعدهم الجمع والطرح. طيب تعال نشوف الكلام ده في الكود علشان نفهم أكتر. أول حاجة عشان تبقى فاهمها إن الأرقام ما بتتكتبش ما بين دبل كوتيشن، عشان الدبل أي حاجة بتتكتب جوه دبل كوتيشن بتتحسب نص. فالأرقام أو الأعداد عموما ما بتتكتبش ما بين دبل كوتيشن، فبنشيل الدبل كوتيشن عشان نعمل العمليات الحسابية بتاعتنا. تمام؟ طيب وليكن أنا عندي مثلا، هنقول مثلا 5 زائد 5 في 2 ناقص 10 مثلا. بنظرك كده ايه إيه اللي هيتنفذ الاول؟ 5 زائد 5 ولا؟ طيب طيب تعالى ننفذ الكود ده في دماغنا الاول قبل ما نطبقه. اول حاجة احنا هنحسبها، الاتنين في 5 هيدينا 10. تمام؟ تمام. بعد كده احنا جايين الجمع الاول، الخمسة زائد ال5 زائد 10 هيدينا 15. تمام. بعد كده ال15 ناقص 10 هيدينا 5. النتيجة النهائية هتكون 5. تعال نشوف الكلام ده هيطلع مظبوط ولا لأ. الكلام ده طلع مظبوط، النتيجة النهائية طلعت 5، علشان احنا مشينا ورا القانون بتاع الأسبقيات، الضرب والقسمة الأول وبعد كده الجمع والطرح. نمسح كل ده. طيب هنقول له مثلا 5 في 2 زائد، نفتح قوس ونقول له 50 على الاتنين ناقص وليكن 20. طيب تعال نجرب الكود ده. عايزك تحسبها في دماغك وتكتب لي في الكومنت انت كنت تتوقع انها تطلع كام، ونجرب نرن الكود. طلع 15. طيب كده احنا فهمنا ان اول حاجة بتتنفذ الاقواس، بعد كده الضرب والقسمة وباقي القسمة لو وجد. بالمناسبة دي علامة باقي القسمة، دي بتكون علامة باقي القسمة عشان الناس اللي مش عارفاها. تمام. والقسمة والضرب. تمام. وهنا برضو عشان برضو تبقى الدنيا واضحة، والأقواس احنا كتبناها عموما. تمام. فلازم تاخد بالك من الحاجات ديت
علشان دي برضو بتفرق معاك في الكود. بكده نكون خلصنا الفيديو. في الفيديو الجاي هنخش على الحاجات العملية بجد. ولو في حاجة انت مش فاهمها اكتب لي في الكومنت، وما تنساش تعمل لايك وفولو عشان تكمل معانا الرحلة. وسلام، اشوفكم في فيديو جديد.